طيب خلونا نرجع تاني نتكلم حته نظري شويه، حته ارتستيك. انا لما عندي مشهد، لو عندي ستوري بورد في مشهد وعندي مشهد تاني، تمام، لو انا عايز اتنقل من هنا لهنا، تمام، ده اسمه ترانزيشن. الترانزيشن ده بقى لو انا جيت عملت كده ترانزيشنز، في منهم انواع كتيره جدا، تمام. let's say ان انا مثلا نبدا بالوايبنج ترانزيشن. يعني ايه وايب ترانزيشن؟ يعني مثلا لو انا عندي فريم، والفريم ده خليني مثلا ايه نكبر الدنيا شويه، انا عندي فريم كده، والفريم ده فيه شجره، اوكي. الفريم اللي بعده، فانا عايز انقل من ده لده. الوايبنج بيقول لي بقى يعني ايه وايبنج؟ الوايبنج ده بيقول مثلا لو ليتس سي ان انا عندي ورقه شجر هتنزل من الشجره دي، تمام، وهتبدا انها تطلع بره الفريم، فهتبدا انها تتحرك بوزيشن من هنا لهنا. الترانزيشن بقى ان ورقه الشجر دي هتقوم داخله بحجمها ده كله كده، ده كده مثلا ده اول فريم. بعد كده الفريم اللي بعده هتكون هي مثلا هنا. اهم حاجه انها هتغطي يعني لو جيت هتقوم مغطيه الفريم ده كله، وهي في لاير، وده كومبوزيشن وده كومبوزيشن تاني، واللاير ده فوقهم هما الاتنين، بحيث انه لما يتحرك at some point لما المشهد بتاعي هيبقى ان اللاير ده مغطي الشاشه كلها، الكومبوزيشن ده تحته هيبدا، فالمنظر بتاعي هيبقى كالاتي. طبعا الكلام ده كله هنعمله عملي، بس ايه المنظر بتاعي هيبقى كالاتي في التايم لاين. هيبقى عندي لاير سوري كومبوزيشن، let's say مثلا ده اسمه 3 مثلا، تمام، وهيبقى عندي كومبوزيشن تاني بيبدأ بعده اسمه people، وهيبقى عندي layer بادئ هنا ومنتهي هنا اسمه مثلا leaf او ورقة شجر او whatever. فهو بيبدأ من هنا وهنا، والحتة دي الجزء اللي في النص ده هو الجزء اللي الفريم فيه بيبقى كله اسود متغطي بالليف دي. فده كده اول ترانزيشن اللي هو الوايبنج ترانزيشن، اوكي. تاني نوع من انواع الترانزيشنز اللي هو الماتش كات. ايه هو الماتش كات؟ الماتش كات ان انا عندي مشهدين، المشهدين فيهم عنصر مشابه لبعضه. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن يكون مثلا عندي هنا مثلا let's say كوين مثلا، عملة مثلا ايه معدنية مدورة واخدة شكل دايرة، تمام، وعندي هنا ممكن نقول ايه لانس مثلا بتاعت كاميرا، الاثنين مدورين، فانا اقدر انا قطعت بينهم، ده اسمه ماتش كات. ان انا بماتش حاجه جرافيك هنا بحاجه جرافيك هنا، او ممكن ما يبقاش جرافيك، ممكن يبقى لون. ممكن ان انا يبقى عندي هنا مربع، تمام، لونه مثلا اصفر، وعندي هنا دايره لونها اصفر، تمام. ممكن المربع ده اما ان هو ممكن يعمل مورفنج عن طريق الانيميشن بتاع الباث، ان هو يعمل مورف يبقى الدايره دي، او ان هو ممكن يكبر لحد ما يملى الشاشه كلها يبقى لونها اصفر، والدايره دي تبدا اصلا كبيره لونها اصفر برضو. at some point المربع في اللايرز هيخلص والدايره هتبدا، بس هنا ده في السكيل يبدا السكيل بتاعها في الكي فريم هنا
يقل للسكيل هنا اللي هو الكي فريم التاني، تمام، يوصل لده. فانا مش هشوف الكت، انا هبقى شايف شاشه صفراء وشاشه صفراء. هي المربع الاصفر كبر قوي، ملا الشاشه بقى لونه اصفر، والدايره بدات ماليه الشاشه لونها اصفر، صغرت بقت حاجه تانية. كل الكلام ده هنشوفه تكنيكال واحنا شغالين بعد كده، بس احنا بنحاول ان احنا نشرحه ايه دلوقتي نظري. فده كده ايه ماتشنج كاتس. عندنا بعد كده النوع الثالث اللي عندنا حاجه اسمها كات اون اكشن. تمام، كات اون اكشن يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي كاركتر مثلا واقف، ده مثلا كده، وماسك مثلا في ايده دي مثلا ايه كوين، معاه كوين كده، تمام. هيبدا ان هو ينزل الكوين دي على الارض، ويجي مثلا مش على الارض، ينزلها تحت شويه كده، ويجي يرفعها. وهو بيرفعها في الباث بتاعها كده، وهو بيحرك ايده وبيرفعها، انا ممكن اعمل كات. المشهد اللي بعده انا شايف حبايه دواء مثلا ايه واخده نفس الكات، نفس الباث انيميشن بتاع الكوين اللي هو كان معاه. فهو الراجل جه يحدف كوين، كات بقت حبايه دواء ماشيه بنفس الباث بنفس السرعه بتاعه الكاركتر اللي كان بيرمي الكوين ده. فده كده اسمه ايه؟ كات اون اكشن. انا بقطع في نص حدث معين وبكمله بحاجه تانية خالص. ممكن تحصل عن طريق حاجات تانية، ممكن تحصل ان انا مثلا لو انا عندي موبايل مثلا، اوكي، موبايل كده مثلا، والموبايل ده بيتحرك من هنا لهنا. ممكن الموبايل ده وهو في النص هنا كده، الموبايل ده بيتحرك من هنا وهيجي هنا، تمام. ممكن في النص وهو هنا احوله اخليه لابتوب، تمام. فيبقى مثلا الموبايل بيتحرك من هنا لهنا، وهو بيتحرك في النص في اقصى سرعه ليه، بيبقى فيه موبايل ماشي بنفس الكيرف بنفس السرعه واخد الجراف. يعني لو الموبايل ده، لو الجراف بتاع الموبايل ده كان عامل كده، فالجراف بتاع اللابتوب ده برضو ماشي بنفس السرعه بتاعته، عشان لما اعمل كات يبان كانهم كملوا حركه بعض، تمام. ده نوع تاني من الترانزيشنز او الكاتس. طبعا ده بيعتمد على الستوري بورد وعلى شغلي مع الالستريتور، واحنا متفقين على الستوري بورد ازاي وهنمشي الدنيا ازاي، واحنا شغالين هيظهر لنا انواع تانية ممكن نبقى نتكلم عليها في وسط الشغل نفسه كتكنيكال بقى.